تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين. وأما الآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الطالبان يا للكتاب. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يكون بشيء إلا زانه ولا يمنع من شيء إلا شانه. ونقدم الآن موضوع الانتفاع المدني والطالبان علوم القيم. وسائل الوقاية من الحريق: 1. ترتيب أجهزة الإطفاء وأجهزة إنذار آلي مبكر وبحثها من حين لآخر للتأكد من أنها تعمل. 2. إعداد خطة للنجاة في الإخلاء والتدرب عليها مع أفراد الأسرة. 3. تركيب نظام ورشات آلية لمكافحة الحريق حين حدوثه لا سمح الله. وقال الله وإياكم تركها. ونقدم لكم الآن مشهد تمثيلي. في أحد الأيام أقامت الأخت الكبرى حفلة صغيرة لتجمع صديقاتها في منزلها. وكانت تحضر للحفلة وتجهز الكعكة والعصير وترتب المكان وتعطر المكان استعدادا لاستقبال صديقاتها. وفي أثناء ذلك أشعلت البنت الكبرى الشموع المعطرة وذهبت لتحضر العصير، وسبقتها أختها الصغرى إلى غرفة الحفل، وبدأت تلعب في المكان وتعبث بالشموع وتقرب منها منديل الطعام. ولكن سرعان ما اشتعلت النار في المناديل ورمت به الأخت الصغرى على الكرسي فاشتعلت الكرسي، وعندما رأت النار تفور خرجت مسرعة وهي تصرخ. وحضرت الأم مسرعة هي وابنتها الكبرى، فعندما رأت النار اشتغلت على الدفاع المدني فأتى الدفاع المدني بسرعة وأطفأ الحريق. ونقدم الآن مع الأسئلة لليوم العالمي للدفاع المدني والطالبات أثناء الشهرية. السؤال الأول: ما هو رسم الدفاع المدني؟ صحيحة. السؤال الثاني: ما فائدة وقاية الحريق؟ كيف تطفئ الحريق؟ إجابة صحيحة. السؤال الثالث: هل الدفاع المدني يساعدنا؟ إجابة صحيحة. السؤال الرابع: ما هي وظيفة الدفاع المدني؟ إجابة صحيحة. ونصل إلى نهاية إذاعتنا ونشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم.